الرسول صلى الله عليه وسلم وصل لسن 4 سنين وهو عند السيدة حليمة السعدية في بني سعد، وكان بيخرج مع إخواته في الرضاعة عشان يرعوا الغنم. وكان الغنم اللي بيرعاها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة، لدرجة إن بقية الناس كانوا بيعاقبوا الرعيان بتوعهم: انتوا ليه ما بترعوش في المكان اللي بترعى فيه غنم حليمة؟ فكان الرعيان يردوا يقولوا: والله بنرعى معها بس مش عارفين ايه اللي بيحصل. وفي يوم السيدة حليمة قاعدة هي وزوجها الحارث، ولقوا أخو الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، يقال إن هو اسمه عبد الله، جاي مخضوض ومرعوب. مالك؟ قال لهم: إن أخي القرشي. ماله يا ابني؟ قال: جم 2 لابسين أبيض في أبيض وضربوه، وقعوه على الأرض، صرعاه. طبعا فزع الحارث، فزعت السيدة حليمة، ده أمانة عندهم. وخدوا بعضهم وطلعوا جري على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد ومخضوض والرعب باين على وشه. ايه اللي حصل يا ابني؟ قال لهم: جالي راجلين لابسين ابيض في ابيض، ضربوني وقعوني على الارض وشقوا صدري وطلعوا قلبي، خرجوه بره، وجابوا طشت فيه ميه، وغسلوا قلبي في الميه دي وطلعوا منه حته سودة ورموها، وقالوا لي: هذا حظ الشيطان منك، ده نصيب الشيطان فيك. ورجعوا قلبي مكانه وخيطوا صدري. يبص الحارث وبتبص السيدة حليمة على صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوا أثر الخياطة، فاتفزعوا واترعبوا، وقرروا إن هم يرجعوه للسيدة آمنة. رجعوه للسيدة آمنة، السيدة آمنة استغربت: انتوا ليه المرة دي عايزين ترجعوه؟ ففضلت وراهم لحد ما حكوا لها قصة الرجلين. وفي الوقت ده كانت الناس بتخاف من الجن، فالسيدة آمنة قالت لهم: أخفتم ما عليه من الجن؟ قالوا: نعم. فقالت: لا والله، فقد رأيت في المنام عند ولادته مناد يناديني ويقول: قولي أعيذك بالله الواحد من شر كل حاسد، أو من شر كل حاقد. وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم عند أمه زي ما قلنا لحد ما بقى عنده 6 سنين. لما ماتت السيدة آمنة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي الحكاية ديت بعد البعثة، وبيقول إن الرجلين اللي لابسين الأبيض من الثياب دول ملكين، وجم وأخرجوا قلبه وغسلوه في طست مملوء بماء زمزم، وقال: هذا حظ الشيطان منك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم آمين.